الفيلم بيبدأ بحكاية هادية كده وفيها دراما عن 2 بني آدمين زبالة قوي اسمهم التويتس. الاتنين دول أزبل كابل ممكن تتخيلوه في حياتكم. الظاهر ان هما اتسابوا كده علشان يموتوا، بس المفاجأة الموضوع ده كله اصلا حكاية قبل النوم بتحكيها ام لابنها سام قطعها في ساعتها وقال لها استني، بجد انت هتبدأي الحدوتة بتاعتي قبل ما انام بان الشخصيات الرئيسية هتموت؟ امه ضحكت وقالت له ما انت اللي كل شوية تقولي عاوز حواديت معقدة ومشاعرها كتيرة. سام لف عينه بملل، هو مش عايز حاجة مملة، بس امه وعدته ان دي مش اي حدوتة قبل النوم علشان التويتس دول مش اي ناس عاديين. فبدأت تحكي التويتس دول كابل بيكرهوا كل حاجة حرفيا وبيكرهوا بعض جدا، متجوزين بقالهم 47 سنة في تعاسة ومفيش يوم واحد عدى من غير ما يعملوا مقلب سخيف ورخم في بعض. بس الفكرة ان مهما الواحد كان بيكره لازم يكون في حاجة بيحبها. بالنسبة للتويتس الحاجة دي كانت ملاهي في بيتهم اسمها تويتلانديا، هما اللي بنوها بنفسهم، مليانة مراجيح غريبة وألعاب مجنونة ومتعة وقرف. دي كانت الحاجة الوحيدة اللي بتفرحهم، الحاجة الوحيدة اللي كانوا مهتمين بيها بجد. كانوا عايزين الدنيا كلها تشوف التحفة بتاعتهم، فعملوا إعلانات في التلفزيون على أمل إن الناس تيجي بالهبل. بس الحقيقة الناس ما كانش فارق معاهم. بس برضو في عيلين أيتام اسمهم بيشا وبابسي شافوا الإعلان ده. بابسي اتشد في ساعتها، هو بيحب كل حاجة مجنونة وغريبة، وتويتلانديا ده شكلها جنة الأحلام بالنسبة له. إنما بيشا ما كانتش متأكدة، بس وعدته إنها هتاخده لهناك قبل ما يسيبها للأبد الأسبوع الجاي. بوبسي كان قرب حد يتبناه وهي عايزة تعمل معاه ذكرى أخيرة حلوة قبل ما يمشي. فلما جه يوم الافتتاح الكبير لتويتلانديا التويتس كانوا طايرين من الفرحة. أخيرا بعد كل الشغل ده أول زائر ليهم وصل، بس بدل ما يكون عيلة مبسوطة ولا عيال حتى صغيرة، ده كان ضابط شرطة قال لهم ان الملاهي بتاعتهم كلها كوارث، مش آمنة ومش نظيفة ومقفولة بالكامل، وقفل المكان كله. التويتس اتحطموا كأن عيلهم اتاخد منهم، بس بدل ما يستسلموا قرروا ينتقموا، ومش من المدينة بس لا، ده من كل واحد فيها. في نفس الوقت في دار الأيتام بيشا بتساعد بابزي يسجل فيديو وداع علشان لما يمشي. طلبت منه يحكي أحلى ذكرى هو عاشها في دار الأيتام. بابزي ابتسم وقال إنها لما خليته يضحك جامد لدرجة إن البطاطساية اللي كان حشرها في مناخيره طارت ودخلت في اللبن بتاعه. الاتنين ضحكوا، بس فجأة أصوات غريبة بدأت تتردد بره. لما طلعوا يشوفوا إيه ده شافوا مستر نابكنز مدير دار الأيتام بيتجنن زي طوفان مع حاجة تخينة وزي الزحليقة ماشي في الشوارع وقرب يبلعه كله. بيشا جريت وأنقذته قبل ما يغرق في البتاع ده. هو كان ممتن جدا وعمال يشكرها 1000 مرة علشان أنقذت حياته. طلع إن الفوضى المقرفة دي هي اللي تويتسي كانوا عايزينها بالظبط. المقلب بتاعهم نجح زي الفل، المية بتاعت المدينة كلها اتلوثت بالهوت دوج السايل ده. الأخبار بدأت تطلع وبنشوف ناس غضبانة بتشتكي وبيقولوا ازاي هيعيشوا في مدينة مليانة مواسير مسممة. بس لما مراسل حاول يبقى متفائل وقال إن ممكن يفجروا خزان المية بتاعنا بس مش هيقدروا يفجروا روحنا، التويتس اتهبلوا على الآخر. هما متضايقين شايفين إن المدينة تستاهل اللي حصل لها بعد ما قفلوا الملاهي بتاعتهم، وبما إن مفيش حد بيديهم تقدير فكروا في فكرة أوحش، هيفجروا مؤخرات كل واحد في البلد. وفي نفس الوقت يوم التبني الكبير بتاع بابزي وصل أخيرا، قابل أهله الجداد وكان وشه منور من الفرحة. ده اللي كان بيتمناه طول عمره، عيلة حقيقية. بس في اللحظة اللي هو حس فيها ان الموضوع هيحصل بجد الدنيا اتقبلت. الكابل خدوا المدير نابكنز على جنب واعترفوا بهدوء انهم غيروا رأيهم. شافوا في الاخبار ان في اماكن في المدينة لسه متلوثة بالهوت دوج السايل، وشافوا كمان لقطات للعيال اليتيمة هما بيشربوا من المواسير دي. مش هيقدروا يخاطروا يتبنوا عيل ملوث، الموضوع مكلف وخطر قوي بالنسبة لهم. بابسي قلبه اتكسر ونابكنز حاول يواسيه وبيقوله في عيلة تانية هتيجي بس مفيش حاجة بتنفع. بيشا حاولت تبقى ايجابية وبتقوله حاسة ان حد جامد قوي هيتبناه قريب. بوبسي بص عليها وقال لها انتي دايما بتاخدي بالك من الكل بس مين بياخد باله منك؟ ابتسمت بحزن وقالت انا عندي 12 سنة مش محتاجة حد ياخد باله مني. بس من جواها مش متقبلة قد ايه الدنيا بقت قاسية، فخدت قرارها مش هتستنى حد يصلح لها دنيتها، هتدور على اللي لوث المدينة وهتوقعه بنفسها. بعدين شافوا تويست من الشباك وهما بيسرقوا مواد كيميائية غريبة. في ساعتها عرفت ان في حاجة بتحصل، مسكت بابسي وطلعوا بالدس البيت التويتس المرعب. بالليل المكان كان شكله مرعب، كان ضلمة وكان من البيوت اللي شكلها كده بيحسسك ان فيها حاجة وحشة بتحصل. بيشا خبطت على الباب وفجأة تويتس طلعوا وهم ماسكين أسلحة. بيشا كدبت بسرعة وقالت إنهم جم يزوروا تويتلانديا. التويتس فضلوا يوشوشوا لبعض وبيفتكروا إن العيال معرفوش إن الملاهي اتقفلت، بس بيشا وبابزي مش جايين علشان يتفسحوا، لأ هم جايين يتحققوا. وهم بيتكلموا التويتس اتفخروا بالغلط إنهم اللي رموا الهوت دوج السايل في المية بتاعة المدينة علشان ينتقموا. ده اللي بيشا كانت عايزاه بالظبط. هي وبابسي حاولوا يمشوا بالراحة، اتعثروا في 3 حيوانات محبوسين جوه قفص مش نظيف، وبطريقة ما العيال قدروا يفهموا الحيوانات بتقول ايه. الحيوانات دي عيلة قرود، عرفوا نفسهم ميني ماندي ماجلومب وامها ماري،
وابوها مارتي شرحوا انهم محبوسين هنا بقالهم سنين. التويتس بيستخدموهم في حاجه وحشه، ودموعهم قبل ما يكملوا كلام نزلت. التويتس اقتحموا عليهم الاوضه وبيزعقوا للعيال علشان يبعدوا عن الحيوانات، وكشفوا انهم سرقوا الحيوانات من مكان اسمه لوم هولاند. كل ما القرود تعيط وهم مقلوبين دموعهم بتتحول لسحر، والدموع دي هي اللي بتشغل المراجيح بتاعه تويتلانديا. بيشا اتقرفت ووصفتهم بالاشرار، بس التويتس ابتسموا وهددوهم انهم هيرموا العيال في فطيره وياكلوهم على العشاء. العيال كانت مرعوبه بس عرفوا يهربوا. وهم بيجروا بيشا قالت لبابزي انها سجلت كل حاجه. التويتس سالوها التسجيل ده هو تذكرتهم الذهبيه، دليل قاطع علشان يقبضوا على التويتس ويحرروا الحيوانات. بالليل الشرطه دهمت بيت التويتس وقبضوا عليهم علشان لوثوا المدينه. بيشا وبوبزي جريوا جوه علشان ياخدوا المفتاح ويحرروا عيله المجلومب. اخيرا كل حاجه شكلها خلصت لحد الصبح. في سجن المدينه التويتس اتصدموا لما سمعوا ان حد دفع الكفاله بتاعتهم. خرجوا لقوا البلد كلها بتهتف ليهم وبينادوهم بالابطال. التويتس وسام الصغير اللي بيسمع الحدوته كانوا متلخبطين تماما. سام سأل امه استني، ليه اي حد ممكن يهدف للاتنين دول؟ امه شرحت له وقالت له ان مدينتهم ترياد كانت زمان مكان سياحي مشهور، عاصمه المرح في العالم، بس لما البحيره بتاعتهم نشفت السياح اختفوا والمحلات اتقفلت والكل كان بيدور على اي امل. فلما الناس شافوا التويتس في الاخبار بيتكلموا عن ازاي الملاهي بتاعتهم كانت ممكن تنقذ المدينه صدقوهم فعلا، علشان كده دفعوا الكفاله بتاعتهم. اهل البلد شايفين ان تويتلانديا هترجع تريات عظيمه تاني. التويتس طبعا ماشيين معاهم في الكلام، وعدوا انه لو كل واحد استثمر $1000 هيرجعوا للبلد $1,000,000. بنت صغيرة في وسط الناس وشوشت لأهلها وقالت إن الموضوع شكله نصبايا، بس هم قالوا لها إنها صغيرة قوي علشان تفهم الكلام ده. بالليل التويتس رجعوا البيت وبيحتفلوا. الست تويت قدمت لجوزها مكرونه سباكيتي، بس بدل المكرونه كان فيها دود. بس بدل ما يتنرفز شاف الموضوع رومانسي جدا، حتى قربوا من بعض. وقبل ما يقعوا على الارض من التعب بيشا وبابزي مستخبيين قريب مش مصدقين اللي شايفينه. ازاي المجانين دول خرجوا من السجن اصلا؟ التويتس بدأوا يوشوشوا بعض على انهم تعبانين واستخدموا الريموت كنترول علشان السرير بتاعهم يجيلهم لحد مكانهم. الاتنين دول كانوا كسالى قوي، فالسرير الكبير بتاعهم بدأ يطير في البيت وراح ناحيتهم. وللأسف اللي كان على السرير كانت بيشا وبوبسي. السرير نزل بين الأدوار بتاعة البيت والعيال يا دوب عرفوا يتدحرجوا ويستخبوا تحته قبل ما ينزل. التويتس اترموا على المرتبة وبدأوا يناموا ويعملوا كمان حاجات مقرفة زي الحيوانات بالظبط. الريحة اللي هناك كانت لازم تكون مميتة. بيشا بتحاول تمنع نفسها ما ترجعش وشافت حاجة بتلمع لازقة في دقن مستر تويت الوسخة. ده كان المفتاح. بالراحة مدت ايدها وخدته من غير ما يصحوا. وهما بيتسللوا بالراحة التويتس صحيوا لما سمعوا صوت عالي. بيشا وبابزي جريوا علشان ينقذوا حياتهم وبيجروا علشان يحرروا الحيوانات قبل ما يتقبض عليهم. بس اول ما وصلوا للقفص التويتس جم وراهم غضبانين وبيزعقوا، وفي ثانيه بيشا فتحت القفص وحررت المجلومز وهربوا في اخر لحظه. كلهم انطلقوا على طول على دار الايتام وقفلوا الباب وراهم. بيشا زعقت لمستر نابكنز مهما حصل ما تفتحش الباب ده للتويتس، بس طبعا هو عمل كده. الراجل المسكين كان مرعوب ومش عايز اي مشاكل، فلما التويتس خبطوا فتح لهم على طول. العيال جوه حذروا الكل من اللي جايين دول. كل اليتامى اللي في البيت كانوا مرعوبين، بس بيشا اتصرفت بسرعه. قالت لهم يمسكوا كرتون والوان اي حاجه يقدروا يلاقوها ويبداوا يشتغلوا على الخطه بتاعتها. في نفس الوقت التويتس بيواجهوا مستر نابكنز وبينقضوا عليه وبيقولوا ان بيشا وبابزي سرقوا الحيوانات السحريه اللي دماغها بتشغل تويتلانديا. نابكنز كان بيبص لهم بتوهان كده، ما كانش فاهم هما بيتكلموا عن ايه. التويتس اتضايقوا وقطعوا الساعه بتاعته وحتى هدومه، وبعدين رموه بره المبنى وهو نص عريان في الشارع. دلوقتي وبعد ما نابكنز مشي اقتحموا اوضه العيال، بس اليتامى دول كانوا مستخبيين ومستنيين اشاره من بيشا. لما التويتس وقفوا في المكان اللي هي عايزاه بيشا شغلت المصيده بتاعتها. الارض اتهدت من تحتهم والتويتس وقعوا من المبنى على طول في مستنقع من الهوت دوج السائل المقرف ده. بدل ما يتنرفزوا طلعوا تاني وبيضحكوا. هم اصلا انبهروا، قالوا ده خدعه عبقريه. وبعدين طلبوا يتكلموا مع بيشا وبيقولوا ان عندهم عرض خاص ليها. بيشا مش واثقه فيهم خالص، طلعت برضه وهي ماسكه طفايه حريق عشان لو حصل حاجه. التويتس ابتسموا بطريقتهم المرعبه وقالوا انهم عايزين يتبنوها. كل اللي هي لازم تعمله انها ترجع الحيوانات السحريه بتاعتهم علشان يقدروا يفتحوا تويتلانديا تاني ويبقوا عيله كبيره وسعيده. بيشا رفضت في ساعتها وقالت ان اهلها الحقيقيين راجعين ياخدوها قريب. التويتس ضحكوا ضحكه صفرة عارفين ان ده كله كذب، واعترفوا انهم اترموا في دار ايتام وهم صغيرين ومحدش رجع علشانهم. حاولوا يلعبوا على مشاعرها بس هي خلاص ما بقتش طايقه تسمعهم. رمتهم بطفايه الحريق وطيرتهم. اليتامى فرحوا وعملوا حفلة صغيرة مع كل المجلومز علشان يحتفلوا بالنصر بتاعهم. بس والكل بيرقص بيشا قاعدة بهدوء مش قادرة تتخلص من الحزن اللي في قلبها. لما شافوا كده الحيوانات شدوها علشان تنضم ليهم وخلوها تبتسم لأول مرة من فترة طويلة. بس برضو لسه التويتس مخلصوش والعيال بيحتفلوا. الاتنين دول كانوا بيخططوا للخطوة الشريرة اللي جاية. الصبح
اليتامى فتحوا التلفزيون وفي لحظة لقوا المفاجأة، التويتس مرشحين نفسهم لمنصب العمدة. بيشا ضحكت وشايفة ان دي مجرد حركة سخيفة تانية، وقالت مفيش حد غبي لدرجة انه ينتخبهم، بس هي غلط. في التلفزيون التويتس بيلعبوا على الجمهور زي النصابين المحترفين، قالوا للكل ان بيشا وبابزي سرقوا الحيوانات السحرية، المخلوقات اللي بتشغل تويتلانديا، ووعدوا لو هم انتخبوهم كعمد هيرجعوا الحيوانات وهيبنوا الملاهي تاني وهيخلوا كل واحد في ثريات يبقى ملياردير. الجمهور اتهبل، الناس بتهتف وبتسقف مصدقين الكدبة. طفلة صغيرة بصت لأهلها وقالت انتوا بتتكلموا جد؟ بس هم بصوا لها وابتسموا وقالوا انها صغيرة قوي علشان تفهم. بيشا اقتحمت المناظرة العامة وبتحاول تصحح الأمور، زعقت وقالت ان التويتس بيكذبوا وانهم الأشرار الحقيقيين، بس التويتس أذكياء بدلوا كلامها وخلوا الجمهور كله يقلب عليها. في دقايق الكل بقى بيلومها على مشاكل المدينة. بيشا قلبها اتكسر واتذلت ورجعت البيت وهي بتعيط. في دار الأيتام ماما مجلوم لقيتها وبتعالج خدوشها بالراحة، سألتها ليه فاكرة انك لازم تصلحي كل حاجة لوحدك؟ في اللحظة دي بيشا انهارت واعترفت انها بتسهر بالليل وبتفكر في كل حاجة ما صلحتهاش، وازاي ما ساعدتش بابزي انه يلاقي عيلة تتبناه، وازاي ما وقفتش التويتس، وازاي فشلت تخلي الدنيا ألطف من كده. وقالت انها ممكن لو قدرت تثبت انها تستاهل بجد اهلها ممكن يسمعوا عنها ويرجعوا ياخدوها. ماما مجلوم سمعت بهدوء وقالت عمرك فكرت ان ممكن يكونوا سابوكي هنا علشان بيحبوكي؟ ممكن يكونوا عايزينك في امان وانت عندك ناس بتحبك هنا. وخلت بيشا توعد ان عمرها ما هتاخد الدنيا على كتفها لوحدها تاني. بالليل ميني مجلوم الصغيرة قالت للكل ان اهلها من لوم هولاند، جزيرة خطيرة وعنيفة. ماما مجلوم غنت تهويدة هادية وصوتها ردت في دار الايتام. الأغنية كانت بتحكي عن إن الحياة ممكن تبقى وحشة وقصيرة، بس في الأحلام أنت في أمان وحرة. بالراحة كل العيال ناموا، بس الصبح كان في فوضى. بيشا صحت على تخبيط عالي بره، التويتس كانوا بره وبيرموا زبالة وخردة على حيطان دار الأيتام وبيزعقوا وبيقولوا إنهم انتخبوا كعمد، وأعلنوا الحرب رسميا على دار الأيتام. بيشا قالت للمجلومز يهربوا من السطح بس رفضوا. ماما مجلوم قالت أنت كنت موجودة علشاننا مش هنسيبك، وهي شايفة إن لو اشتغلوا مع بعض هيقدروا يكسبوا التويتس مرة وللأبد. بسرعة التويتس جمعوا البلد كلها وبياخدوا مجموعة كبيرة من الناس على دار الأيتام. الناس كانوا بيكسروا الشبابيك وبيرموا طوب، كان في فوضى كبيرة. بس جوه بابا مجلوم أطلق سلاحه السري، بصق آلاف الكور الصغيرة اللي بتنور وبتنفجر زي الفشار وبترجع أهل البلد لورا. اليتامى والحيوانات كانوا بيحاربوا جنب بعض وعرفوا يخوفوا المهاجمين ويمشوهم، بس التويتس فضلوا جايين. وأول ما وصلوا للباب مستر نابكنز ظهر فجأة من العدم وهو غضبان ومش خايف، ورشهم هما الاتنين في وشهم بمسدس في شطة. صرخوا ورجعوا لورا وبعدين نطوا في عربيتهم وجريوا، بس طبعا ما خلصوش. بالليل خططوا الخطة شريرة أخيرة، مصيدة مضمونة النجاح. وبيشا بتحرس فجأة جالها تليفون، ده كان مستر نابكنز. صوته كان متحمس وبيتهز وقال لها انه مع اهلها، ايوه اهلها الحقيقيين في صالة البولينج وهم عايزين يشوفوها بأي تمن. قلبها دق بسرعة، من غير ما تفكر مسكت السكيت بورد بتاعتها وجرت على الناحية التانية من المدينة. لما وصلت لصالة البولينج الفاضية حماسها اتحول لدهشة، مفيش حد هناك. وبعدين سمعت تصفيق بطيء وساخر، التويتس طلعوا من الضلمة وبيضحكوا وبيقولوا لها باستهزاء اتقفشتي ووقعت في المصيدة بتاعتنا، وحبسوها جوه المبنى وانطلقوا على دار الأيتام بالناس اللي معاهم. وبمساعدة أهل البلد شالوا دار الأيتام كلها ورجعوها لتويتلانديا. لما بيشا عرفت تهرب ورجعت شافت ان المكان اختفى، المكان اللي كانت بتسميه بيتها، والناس اللي بتحبهم اتاخدوا كلهم. وقعت على ركابها وقلبها اتكسر ولامت نفسها على كل حاجة. وبعدين ضفدعة صغيرة نطت جنبها وكانت بتواسيها، بابزي وكل اللي في دار الأيتام هم عيلتك برضو. العيلة مش بس دم، العيلة هي اللي بتهتم بيكي، اللي بيعاملك بحب ولطف. الكلام ده أثر فيها جامد، وفي اللحظة دي بيشا مسحت دموعها. لو التويتس أذوا عيلتها هي هتأذيهم. في حفلة إعادة افتتاح تويتلانديا الكبيرة التويتس بيحتفلوا بالنصر بتاعهم وحواليهم ناس من البلد بتهتف، بس في الضلمة بيشا وحلفائها مستعدين. بعتت الضفدعة علشان تحط لهم هدية صغيرة، سم مؤقت بيخليهم دايخين ومتلخبطين. بعدها بيشا اتسللت مع اليتامى والحيوانات، كانوا ممكن يهربوا بس عندها فكرة أحسن. قالت لهم خلينا ندوقهم من نفس الكيس اللي شربونا منه، واشتغلوا مع بعض وعملوا مصيدة كبيرة أخيرة. التويتس الدايخين بدأوا يرغوا على المسرح وهم تايهين، اعترفوا بكل حاجة غلط هم عملوها وحكوا ازاي ضحكوا على المدينة كلها وازاي كذبوا في كل حاجة. الجمهور اتخض، وبعدين التويتس بيحاولوا يجروا داسوا على مصيدة اللبانة بتاعت العيال واتقلبوا واتعلقوا. التويتس اللي كانوا زمان مخيفين بقوا متدلدلين زي الخفافيش. بس بيشا مش قاسية، بعد كل حاجة هي والناس التانية قرروا يسيبوهم يمشوا، فكوهم وقالوا انهم سامحوهم، مش عشان خاطر التويتس، لا علشان خاطر نفسهم هم. للحظة شكل التويتس كانوا متأثرين،
ممكن يكون في شرارة صغيرة من الإنسانية جواهم بس طبعا ما كملتش، وبسرعة بدأوا يجروا ورا العيال تاني وبيزعقوا وبيقعوا على وشوشهم. ودي بتكون نهاية القصة دي. شكرا على المشاهدة، ولو عجبكم الفيديو ما تنسوش تحطوا لايك وتشتركوا في القناة علشان يوصل لكم كل حاجة جديدة أنا بعملها.